اجيو نكتشفوا اليوم مدينة جديدة. جديدة أو مازاغون كيف كانت كتسمى سابقا كانت عبارة عن قصبة برتغالية صغيرة، من بعد تم توسيعها وعرفات نمو حضاري كبير، فالبرتغاليين بقاو مستعمرينها لأزيد من 200 سنة. احتاج السلطان سيدي محمد بن عبد الله حصرها لمدة شهرين، فاضطروا البرتغاليين أنهم ينسحبوا منها. مازاغون القديمة تسمات الجديدة سنة 1822. السلطان مولاي عبد الرحمن هو اللي قرر تغيير اسمها. في 30 يونيو 2004 دخلت مدينة الجديدة لائحة لو باتريموان مونديال دو لونيسكو. الفضل كيرجع بدون شك للحالة الجيدة ديال الأسوار، الأبراج والمباني اللي فيها. المدينة حافظت على آثار كثيرة كترجع لهذا العهد، بحال لا سيتي بورتوغيز اللي كتضم لا سيتيرن بورتوغيز اللي تبنات بطريقة هندسية جميلة. القيمة التاريخية والثقافية ديال لا سيتي بورتوغيز وبالتحديد لا سيتيرن بورتوغيز تعدات حدود المغرب. سنة 1952 المخرج العالمي أورسون ويلز صور بعض مشاهد فيلم أوتيلو فيها. السياح وعشاق السينما والتاريخ كيترددوا عليها طوال السنة. في نفس الوقت زوار عاصمة دكالة ما كيفوتوش الفرصة باش يتعرفوا على الصناعة التقليدية ديال المنطقة، وأحياناً كيتساراو في المرسى. جديدة معروفة بشواطئها الخلابة اللي خلاتها تولي واحد من أهم مراكز الاصطياف، بحال سيدي بوزيد مثلا اللي كيتوافدوا عليه السياح من داخل وخارج أرض المغرب. جديدة ولات مدينة 100% عصرية، تغيرات إجمالاً، لكن حافظت على موروثها الثقافي وصبحت وجهة سياحية بفضل شواطئها وفنادقها. رحلتنا في مدينة جديدة تسالات. إلا بغيتوا تزوروها ما عليكم إلا تمشيو على موقعنا على الانترنت www.lemarocogem.com فين غادي تلقاو كل المعلومات اللي تقدروا تحتاجوا، وحنا غادي نتلاقاو قريب باش نكتشفوا منطقة أخرى في المغرب اللي كنبغي.